بصوا بقى احنا معانا ايه النهارده. هنعمل الستريبس القمر ده، وهوريكم ازاي القشره بتاعته تطلع زي بتاعه السمك كده، اللي زي المطاعم الكبيره اللي احنا عارفينها، ويطلع مستوي من جوه ولونه قمر. التتبيله النهارده حلوه جدا، هتعجبكم باذن الله. نقول بسم الله. انا عندي هنا بقى ايه شرايح الستريبس. انتي طبعا بقى ايه، هو بصراحه يعني الستريبس بيتعمل بجزء معين من صدر الفراخ، اللي هو حته اسمها ايه الموزه كده في صدر الفرخه، بس احنا هنعمله عايز يعني بصدر الفرخه كله مقطع صوابع زي ما انتم شايفين. عندي بقى التتبيله تبقى ايه: بيضه، كوبايه من الزبادي، عندي كمان هحط هنا نص كوبايه من الدقيق. ده دبس رمان الاول يا جماعه، معلقه دبس رمان. يبقى بيضه، كوبايه زبادي، معلقه دبس الرمان، عندي ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، توم باودر وبصل باودر. مش هحط بقى اي بهارات تانية، بس عندي نص كوبايه بقى من الدقيق، وعندي معلقتين نشا. تمام. بس عندي كمان هنا بقى نص كوباية من المية. بس كده هي التتبيلة كلها تحفة. نص كوباية مية بس، مش كتير، مش ما فيش مكونات كتير، بس بجد هتبقى طعمها تحفة. هغلف بيها بقى ايه صوابع الاستريبس بتاعتي كويس جدا، وهحطها في التلاجة مش اقل من ساعتين. انا بصراحة بيتها كده. تاني يوم عندي كوباية من الدقيق مع 3 معالق من النشا. هحط نفس البهارات، بس هزود عليهم ايه بقى هنا: بابريكا وكركم. يبقى ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وكركم. وهحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام يا بنات. اقول البهارات تاني: ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر. في التغليفة دي اللي هي السايلة، اللي بعدين اللي هي البودر نفس المكونات، بس هنزود بابريكا وكركم، وهنزود كمان نص معلقة من البيكنج باودر. هنا كده بعد تاني يوم او بعد ساعتين هشيل من التغليفة السايلة، هحط في البودر. وممكن ارجعها مرة تانية تاخد التتبيلة السايلة لو انا عايزة الغلاف بتاعها يبقى سميك شوية. اهي بصوا عاملة ازاي. وهحط على الزيت على طول، مش هستنى عليه شوية يتشمع ولا حاجة. ولو عايزة تشيليه في الفريزر ممكن تشيليه في الفريزر في اطباق، بس تحطي طبقات كيس ما بين الطبقة والتانية عشان ما يلزقش ببعضيه. على نار عالية اسيبه يتشمع، هقلب على الناحية التانية، واول ما يتشمع ابتدي اهدي النار شوية لغاية ما يستوي من جوه. يبقى الاول على نار عالية، اسيبه يتشمع، هقلب على طول، مش هستنى ان هو ياخد لون، هقلب. وبعد ما يتشمع الناحية التانية كمان هبتدي ان انا هدي النار بس بعد لحد ما يستوي. مش هياخد دقيقتين على البوتاجاز لان الشرايح رفيعة. وهتطلعيه على شبكة عشان يفضل مقرمش ويصفي الزيت اللي جواه. بصوا طبقته ومن جوه مستوي ولونه حلو قوي. يا رب